السلام عليكم، كي صبحتوا بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى بلا تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا هذا الصباح هذا. كما شفتوا هاد الايامات ما كننزل لكمش الفيديوهات، عندي مشكله في الحلق ديالي، مريضه شويه. داكشي علاش ما كنديرش لي فيديو، حيت الصوت ديالي ما مسموعش مزيان. اليوم وانا كنوجد الغدا ديالي، بغيت نتقاسم معكم الماكله اللي يمكن ياكلوها الناس اللي عندهم قولون ولا الناس اللي عندهم التهاب في المعده. الماكله اللي معتمده عليها عندي دائما كناخذها ملي كنشوف راسي راني عندي واحد، يعني المعده ديالي ماشي هي هذيك، خصني نرجع للريجيم. يعني الاغلبيه كنعتمد على الخضره كما كتشوفوا دابا انتم كتشوفوني. يلاه بقيت حطيت كلشي في الكسكاس ديال الكوكوط، وغنوريكم الخضره اللي عندي كنعتمدها. انتم كتشوفوا الجزر عندي، القرعه عندي، اللوبيه الخضراء عندي، بيضه حتى هي فيها البروتين، عندي واحد جوج دروس ديال الثوم، وعندي واحد البصله صغيره. يعني يمكن لكم تعتمدوا على هاد الناس اللي كيبغيو يتبعوا شي ريجيم، يكون عندهم اي حاجه في الغداء يقدروا يعتمدوا هاد الوجبه هذه اللي هي متكامله فيها خضار. بالاخص الناس اللي عندهم امساك، اللي كيحسوا بان اي حاجه كياكلوها كدير امساك، يعتمدوا على الخضار بزاف، لان الخضار ما كيخليش تكون عندكم امساك. وبالنسبه بالاضافه على الخبز، يكون عندكم الخبز الكامل، تعجنوا الخبز من خالته وتاخذوا واحد الكميه قليله من الخبز، وديروا هاد الخضار هذه على الطريقه اللي كنوريكم دابا. كنبخروا الخضر في الكسكاس، يعني على البواخ، طبعا على البواخ ما كنسلقهاش باش تبقى يعني الفوائد ديالها فيها. هي كنبخرها كما كتشوفوا الكسكاس ديال الكوكوط ها هو، يعني كيطلع غير البواخ. غنسد الكوكوط من بعد، غير غنسد الكوكوط، غنسد الكوكوط باش غير بغيت نوريكم. من بعد كندير غير واحد شويه ديال زيت العود ومع شويه ديال الربيع وشويه ديال الملحه، وكنصوطي هاد الخضره هادي. كتجي حتى في المذاق ديالها كتجي زوينه، بالاضافه انها صحيه ووجبه متكامله، سواء لا بغيتو ديروها في الغداء ولا بغيتو ديروها في العشاء، اللي بغيتو. ولكن غير بغيت نفسر لكم بان انا هاد الوجبه هذه اللي كندير ديال الخضر مخلطه، ويكون معها هكايا البيضه ولا طريف ديال الدجاج ولا طريف ديال السمك مع الثومه هكا، حتى هي مزيانه. الثومه كما كنا كنعرفوها كتعمل كمضاد حيوي، والبصله حتى هي مزيانه بزاف، سيرتو اللي كانت طيبه بالنسبه للناس اللي عندهم التهابات. تعتمدوا هذه الوجبه هذه تكون عندكم دائما. قلت لكم ما تكونش مسلوقه، ما تكونش طيبه بالزيت، تكون على البخار من الاحسن. هادشي اللي بغيت نقول لكم اليوم. الفيديو غيكون قصير، ولكن غير التوضيح بالنسبه للناس اللي كيقولوا تقاسمي معنا الماكله اللي كديريها. هذه هي النظام الغذائي المعتمد عندي. غير انا بلاصه البيض مره كندير الدجاج، مره كندير الحوت، بكميه قليله كيكون طيب مزيان بطريقه صحيه. باش ما يكونش عندكم امساك، ما يكونش عندكم عسر الهضم، يكون عندكم الناس اللي بغاو يبراو من التهابات المعده والناس اللي عندهم قرح المعده. كنصحكم بهذه الوجبه هذه المتكامله اللي كتجي معايا انا بزاف، كنتمنى تجربوها وتبقاو تعتمدوا عليها دائما وتستمروا عليها، ماشي ديروها نهار ولا يومين وتحبسوا، لا، تستمروا عليها وان شاء الله يا ربي يكون خير. الله يشافينا ويشافيكم. وسمحوا لي بزاف على الصوت ديالي اللي ما واضحش، وكنوعدكم اين فوا الصوت غيولي مزيان غنبقى ندير لكم فيديوهات ونجاوب على الاسئله ديالكم. السلام عليكم، حتى فيديو اخر ان شاء الله.